صباح الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والحوار اللي انا راجعه بيه النهارده بصراحه هيكون عن الفرق في الشهامه والرجوله بين رجاله النرويج ورجاله مصر. طبعا اول حاجه انا هتكلم عن هنا، لان طبعا المصريين او العرب مش محتاجين ان انا اتكلم عليهم، بس هتكلم برضو يعني اقول تجربتي. طبعا انا هحكي لكم الاول قصه، لان احنا واحنا عايشين في مصر او احنا واحنا موجودين يعني في بلد تانية خارج اوروبا، دايما عندنا افكار معينه عن الاوروبيين او عن حياتهم، هم عايشين ازاي ويفكروا ازاي. احنا عندنا الفكره دي، بس ما اعتقدش ان الفكره صح لسبب من الاسباب. لان احنا طول عمرنا متخيلين الراجل الاجنبي ما عندوش نخوة، ما عندوش شهامة، ما عندوش رجولة. طبعا كل الكلام ده غلط. طبعا دي عن خبرة، لان انا متجوزة واحد منهم، وعندهم شهامة وعندهم رجولة، بس في بعض الصفات اللي موجودة في الشهامة والرجولة مش موجودة فيهم. زي ايه؟ زي مثلا ان انت لو خرجت لو حد مثلا عنده ديت، حد عرف واحد، يعني واحدة عرفت واحد وخرجوا مع بعض، مش هو اللي بيدفع، مش زي عندنا. دي مش حاجة هافتو، يعني هو مش مضطر ان هو يدفع. هم متعودين على كده، متعودين ان لما يخرجوا مع بعض في الاول الست بتدفع نص وهو بيدفع نص، او هو بيدفع حسابه وهي بتدفع حسابها. لو في حد تاني بيعمل كده او في رجاله بتعمل غير كده، انا بصراحه ما شفتهمش يعني. بس طبعا جوزي برضو غير، يعني انا ما اعرفش هم فيهم طبع باين شرقي او حاجه كده. لان انا اول لما قابلته وعزمني على العشاء، كان هو اللي دافع، يعني انا ما دفعتش حاجه. وانا عندي الفكره دي بصراحه، يعني انا عندي افكار رجعيه شويه، بس ما اقدرش اتخلى عنها. يعني انا دايما مؤمنه ان لو في راجل عزم ست او خرج معاها في ديت، لازم هو اللي يدفع، سواء بقى هو اجنبي، سواء هو عربي، سواء هو من القمر، لازم هو اللي يدفع. اي ست، وطبعا بنصح اي ست تقابل اي راجل اي جنسيه في الحياه واول مره تخرج معاه ويدفعها، ما ترجعيش تاني خالص. ده كلام انا على فكره بقوله هنا وما بخافش، لان طبعا لما بقعد في الشغل وبتكلم او بقول الكلام ده قدام اي حد هنا، يقعدوا يقولوا اصل انت رجعيه، اصل انت من مصر، اصل انت عربيه. انا كده مش عايزه اتغير. اقول لهم يا جماعه دي حاجات ما اقدرش اتخلى عنها. بس ما علينا، دي النقطه اللي مش موجوده فيهم. بس دايما احنا كنا عارفين او كنا معتقدين الافكار ان مثلا الراجل الاجنبي ما بيغيرش على مراته. الراجل الاجنبي لو ماشي مع مراته في الشارع وحد عاكسها عادي، ما فيش مشكله. اول حاجه انا هحكي لكم قصتين بس تثبت ان الكلام ده مش صحيح. اول حاجه، احنا لما كنا مره في بلد عربيه، وانا قلت قبل كده من فيديو من فيديوهاتي، كنا ماشيين في الشارع وحد في البلد العربيه دي، انا طبعا مش هقول بلد ايه تاني، انا قلتها قبل كده بس انا مش هقول تاني عشان ما زعلش حد مني. بس وانا ماشيه في الشارع في السوق شتمني. هو فكرني اجنبيه فشتم بالعربي شتيمه مش حلوه، شتيمه خارجه يعني. فطبعا انا عربيه ففهمت، فدمي انحرق بصراحه واتنرفزت. فجوزي سالني، هو طبعا مش فاهم، بس هو سالني، هو قال لك ايه؟ يعني ايه اللي عصبك قوي كده؟ فقلت له قال لي كذا كذا. وطبعا ساعتها والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا جوزي صمم ان هو يضربه، هو مش عايز يمشي، هو مصمم ان لازم يمسكه يضربه. واحنا كان معانا جايد ساعتها، والجايد طبعا حل الموضوع، لان انا ما بحبش العنف وما بحبش المشاكل. فقلت له خلاص، وهديت الموضوع، والجايد اللي كان معانا هد الموضوع ومشينا. فده الراجل الاجنبي، يعني عنده نخوه وبيزعل، وما ينفعش حد يكلم مراته وهو ماشي وهو يسكت وعادي مفيش مشكله. كل الكلام ده اللي عارف عن الاجانب ان هم غير كده غلط على فكره. لا، هم كده يعني زينا. تاني حاجه، القصه التانيه اللي انا هحكيها لكم، انا سمعتها من واحد صديق عزيز عليا. يعني هو كان قاعد مع مجموعه عرب وبرضه عندهم نفس الافكار المتخلفه دي، ان الراجل الاجنبي عادي يمشي مع مراته في الشارع، ولو حد شتمها او حد عاكسها عادي مفيش مشكله، واحد اجنبي.
هو رد عليهم، هو قال لي كده، هو قال لي ان هو رد عليهم وقال لهم طب جرب كده ان انت تشتم واحده وهي ماشيه مع جوزها الاجنبي او تعكسها وشوف هو هيعمل ايه. ودي حقيقه فعلا هو عنده حق. ولما قال لي كده انا حكيت له القصه اللي حصلت لنا في البلد العربيه دي، لان اي راجل في الدنيا سواء اجنبي او عربي او وات ايفر عمره ما هيقبل على مراته ان هي تتشتم او تتعاكس وهو ماشي جنبها ايا كان. يعني انا حتى ما شفتهاش في اي حته في العالم. فده الافكار اللي كانت موجوده عندنا زمان، وطبعا هي افكار غلط. طبعا الراجل العربي او المصري طبعا عندهم النقطه اللي انا قلت اللي هي مش موجوده عند الاجانب، ان انت لما تخرج مع يعني ان واحده تخرج مع راجل عربي او ديت او صحاب او اي حاجه، حتى لو زمايل، حتى لو هو اللي لازم يدفع. والنبي محدش يقول لي ان الصفه دي كمان اتغيرت في مصر، لان هزعل، لان دي من اكتر الصفات اللي ما بحبهاش في الرجاله. يعني مش عشان انا بشتغل وبدخل دخل واي ست بتشتغل، مش دي النقطه. مش النقطه كمان ان انا متخلفه او عقلي متخلف، لا خالص. النقطه ان انا دايما بحس ان لو الراجل خرج مع الست او عزمها على يعني اي مكان تقديرا لها، على الاقل يحسسها ان هو مقدرها ويدفع الحساب. صح ولا غلط؟ طبعا انا عارفه ان في ناس هتتفق معايا وفي ناس هتختلف معايا، بس طبعا انا بقرا كل كومنتاتكم، فيا ريت تكتبوا لي في الكومنتات مين اللي معايا في رايي ومين اللي مش معايا في رايي، وهل رايي ده صح ولا غلط. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.